هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة. من أهداف إذاعة الوفاق تحكيم الدستور واستتباب العدل، تحقيق المساواة لدى كافة أبناء الوطن، والعيش في ظل الاحترام المتبادل، كما تهدف إلى العمل على إسقاط النظام الهقدس الجائر وإنشاء كيان يسوده العدل والإنصاف، وتهدف أيضا إلى تمكين الشعب من امتلاك واستغلال الموارد الطبيعية لبلده، والعيش للشعب الإريتري بالمساواة والسلام والوئام والاحترام المتبادل، وإبعاد نظام هقدس من السلطة، وإحقاق العدل، وتشجيع شعبنا في الداخل والخارج لمواكبة قضايا البلد مجتمعين. إذاعة الوفاق تبث برامجها ونشراتها الموجهة إلى جماهيرنا بكل مصداقية وأمانة إلى داخل إريتريا والمناطق المتاخمة. عناوين الأخبار من إذاعة الوفاق: استنفار في أريتريا، تفتيش وتجنيد إجباري استعدادا لمواجهة عدوان تيغراي المحتمل. النظام في أسمرة يتعقب تهريب عملته إلى خارج البلاد وتضييق على التجار الإريتريين تقابله تسهيلات للتجار الأثيوبيين. إلى تفاصيل الأخبار من إذاعة الوفاق تقرأ على مسامعكم منى سلطان. قال مصدر مطلع لوكالة الزاجل الإريترية للأنباء زينة إن النظام الإريتري يلاحق التجار الإريتريين في معابر الحدود إلى أثيوبيا، يمنعهم من اصطحاب العملة الوطنية وعبورها إلى أثيوبيا. وأضاف المصدر أن هناك إجراءات شديدة يقوم بها النظام في المعابر، بينها التفتيش الدقيق للأشخاص والأمتعة ووسائل النقل بهدف منع هجرة العملة الأريترية. وأكد المصدر نقلا عن تجار أريتريين إنهم كانوا يقومون بشراء سلع تجارية من أثيوبيا مقابل العملة الوطنية نقفة. وشكى التجار من تضييق النظام عليهم مقابل تيسيرات كبيرة يمنحها النظام الأريتري لصالح التجار الأثيوبيين، حيث يسمح لهم بعبور الحدود إلى أريتريا دون تفتيش ولا ملاحقة ما بحوزتهم من عملة أريترية أو أثيوبية، الأمر الذي يجبر المواطنين الإريتريين للتعامل بطرق التهريب التي تنمو في ظل انعدام الطرق الرسمية المشروعة لمزاولة العمل التجاري استيرادا وتصديرا. من جهة أخرى، تحدث مصدر موثوق إن معبر حمراء حجر يشهد حركة تجارية نشطة يقوم بها الأثيوبيين إلى أريتريا. وأكد شهود عيان لزينة إن شاحنات أثيوبية محملة بالسلع تعبر بصورة شبه يومية إلى أريتريا، مستفيدة من التسهيلات التي يمنحها إياها النظام الأريتري.
يقوم النظام الإريتري بحملة تجنيد إجبارية شاملة في كل ربوع الوطن، ويبرر النظام أن سبب هذه الحملة هو أن نظام تيغراي الأثيوبي ينوي اقتحام الحدود الإريترية مما يوجب الدفاع عن الوطن. وقال شهود عيان لوكالة الزاجل الإريترية للأنباء زينة أن النظام الإريتري أعاد محطات التفتيش بين المدن والقرى الإريترية إشعارا للمواطنين بأهمية الحفاظ على الأمن ودرءا للمخاطر محتملة من عدوان خارجي محتمل تتعرض له البلاد حسب زعمه. وهذه إشارة إلى تيغراي العدو الجديد الذي يصطنعه النظام الإريتري بعد مصالحته مع حكام أثيوبيا بقيادة أبي أحمد. ويرى محللون تواصلت معهم زينة أن أهداف حملة التجنيد الجديدة بعد توقيع السلام مع أثيوبيا هو إشغال الشعب الإريتري عن المطالبة بحقوقه في الحرية والعدالة والعمل، وإجباره على الصمت الدائم عن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وعن مطالبة أثيوبيا بتعويض لأسر ضحايا الحرب والخسائر التي تكبدها الوطن خلال حرب العدوان الأثيوبي عام 1999 إلى 2000. من جهة أخرى، تحدثت مصادر أريترية معارضة لوكالة زاجل الإريترية للأنباء تفيد أن الحدود بين أريتريا وأثيوبيا لا تزال معابرها شبه مغلقة إلا من جهة معبر حمراء أم حجر في الجنوب الغربي من البلاد، وهو يشهد حركة تجارية أثيوبية تجوب معظم مناطق أريتريا، الأمر الذي نفس عن الشعب الإريتري الذي كان يعاني من ندرة السلع الضرورية. وتؤكد المصادر أن النظام الإريتري يضايق التجار المحليين ويفتح المجال أمام التجار الأثيوبيين، الأمر الذي يوسع الفجوة بينه وبين المواطنين المتذمرين. نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين، وننتقل إلى برنامج رجال صنعوا التاريخ من إعداد وتقديم الأستاذ عبد الرحمن بخيت. باسم الشعب، كل المظالم وقعت على الشعب باسم الشعب، وباسم الحرية ألقيت كل حرية تحت شعار كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب. وباسم الأمن أنشئت أجهزة الرعب، وباسم الثورة على الفساد قطع كل لسان ينتقد الفساد. إن هذا يروي غرامنا السقيم بالكلمات، وأنها لا تزيد عن توابيت جوفاء تحت شعارات تقتال الحقائق فيكسب القاموس كلمة ويخسر الواقع حقيقة. ما هذا يا ربي، ما هذا يا ربي، كيف نسمي ذلك أن نرى عددا من الناس، لا أقول يطيعون بل يخدمون، ولا أقول يحكمون بل يستبد بهم، لا ملك لهم ولا أهل ولا نساء ولا أطفال، بل وحتى حياتهم نفسها ليست لهم. نراهم يحتملون السلب والنهب وضروب القسوة، لا من جيش ولا عسكر أجنبي، بل من واحد هو في معظم الأحيان أجبن من في الأمة. ما هذا يا ربي، ما هذا يا ربي، كيف أمكن لهذا العدد من الناس، من المدن، من الأمم، أن يحتملوا طاقية واحدا لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه، ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهما الأذى منه. إنه لأمر جلل حقا. أنسمي ذلك جبنا؟ أنقول إن خدامه حثالة من الجبناء؟
لو أن رجلين، لو أن 3 أو 4 لم يدافعوا عن أنفسهم ضد واحد لبدا ذلك شيئا قريبا، لكنه ممكن. فأما أن ترى 1000 رجل و1,000,000 رجل و1000 مدينة لا يجرؤون على قتال رجل واحد، فماذا نسمي ذلك؟ هذا جبن؟ إن لكل رذيلة حدا تأبى طبيعتها تجاوزه، فلقد يخشى 2 واحدا ولقد يخشاه 10. فأما 1000، فأما 1,000,000، فأما 1000 مدينة، إن لم تنهض دفاعا عن نفسها في وجه واحد، فما هذا بجبن؟ لأن الجبن لا يذهب إلى هذا المدى، كما أن الشجاعة لا تعني أن يتسلق امرئ وحده حصنا أو يهاجم جيشا أو يغزو مملكة. إن الشعوب هي التي تترك القيود تكبلها، أو قل إنها تكبل نفسها بنفسها ما دام خلاصها مرهون بالكف عن خدمته. يا لأمم وشعوب أمعنت في أذاها وعميت عن منفعتها، تسلبون ويعتدى عليكم وتنتهك حرماتكم وتنهب ثرواتكم وممتلكاتكم، تحيون نوعا من الحياة لا تملكون فيه الفخر بملك ما. كل هذا الخراب، هذا الدمار، هذا البؤس يأتيكم على يد عدو أنتم صنعتموه بأيديكم. تمشون إلى الحرب بلا وجل من أجله، ولا تنفرون من مواجهة الموت بأشخاصكم في سبيل مجده. هذا العدو الذي يسودكم إلى هذا المدى ليس له إلا عينان ويدان وجسد واحد، لا يملك شيئا فوق ما يملكه أقلكم على كثرة مدنكم وعددكم. فمن أين له بالعيون التي يتبصص بها عليكم إن لم تقرضوه إياها؟ كيف يقوى عليكم إن لم يقوى بكم؟ كيف يجرؤ على مهاجمتكم لولا تواطؤكم معه؟ من كتاب كيف تفقد الشعوب المناعة ضد الاستبداد، عبد الرحمن بخيت، محمد نور. أبينا أبينا إذا استسلم أبينا، أبينا أبينا إذا استسلم أبينا. بدير ما توزعنا كثورة ودينا، بدير ما جلبنا كثورة ودينا. جلاب فتح، جلاب سلام، جلاب فتح، جلاب سلام، سلام سلام كريستيان وإسلام. سلام سلام كريستيان وإسلام. لنا غسل دمر حنات وسبزار، حديت نزعتنا كيف ولو ما تفرقار، كيف ولو ما تفرقار. حديت نزعتنا كيف ولو ما تفرقار، كيف ولو ما تفرقار.
حيناتو ثورة ودينا ولا تادلت بدينا. توالى فقرات برامجنا مستمعي الأعزاء، وننقلكم الآن إلى حلقة خاصة من برنامج سيرة معتقل من إعداد الدكتور باسم القروي وتقديم الأستاذ الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد. سيرة معتقل، الفنان إدريس محمد علي. حقا من أراد قتل أمة غيب مثقفيها وكبارها من أهل الحكمة والمعرفة والسابقة والعلم والأدب والفن، وهكذا فعل نظام أفورقي بإتقان. وحديثنا اليوم عن واحد من هؤلاء الأعلام المغيبة ظلما، إنه الفنان العملاق إدريس محمد علي. فك الله أسرك يا بلبل الوطن الأصيل، وبارك الله على قرية قامشيوة بالساحل الشمالي التي شهدت ميلادك الميمون في آخر خمسينات القرن. وموهبتك الشعرية ممتعة وكانت رسالية، ولهذا عوديت يا إدريس. وتفتخر مدينة كرن الصمود لأنك درست فيها الأساس المتين، وأتممت الثانوية بدار الهجرة الميمونة السودان الحبيب، وذهبت بك القدمان المهاجرتان إلى سوريا، فأكملت تخصص اللغة الإنجليزية بكلية الآداب. لو كنت يا إدريس مثل غيرك أميا عن العلم والأدب والفن والقيم، خدوما لسلطان الوقت الجائر، لما امتدت إليك يد السوء. فكم من فنان طليق الجسد حبيس الروح لا زال يأكل من موائد السلطان، يرقص هنا ويغني هنا ويرتع ويضحك مع الصبايا ويتعاطى ما يذهب بعقله وبخلقه، وأنت حبيس الجسد طليق الروح تحلق في الفضاء. اعتقلت مرتين، الأولى في عام 2000 فرأيت النور بعد مضي 7 أشهر، ثم عدت مرة أخرى إلى ظلام السجن والتغييب في عام 2006، وحتى الآن مغيب لا يعلم له أثر، ولا يوجد له خبر، ولا يسمع له صوت، ولا ترى له صورة. يعيش أهله وأحباؤه على آلام الاختفاء القسري، ويتوقعون كل يوم إطلالته المبشرة دون جدوى. والوطن السليب مرتع لكل رائح وغادي، وسكانه ومبدعوه مغيبون عن الضوء فيه والنسيم. أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي. وهذا بالضبط الحاصل في أريتريا يا أمير الشعراء أحمد شوقي. كل الناس وكل الدنيا تحتفي بمبدعيها وشعرائها، وأريتريا استثناء عليل. كم تغنى إدريس محمد علي بأمجاد النضال والثورة. كان يرى أن الانتصارات الميدانية على يدهم من صنع يده ولسانه وقلمه وفكره وجهده، مساهما مع الآخرين، فجاز له أن يتغنى ويحتفي ويبدع. لكن نظام أفورقي لا يعطي على الإبداع حللا ولا دراهم مجزية احتفاء، وإنما كانت نهاية كثيرين من المبدعين مأساوية، وهم كانوا من أشد الناس خدمة للنظام والنضال والثورة. هم الذين قادوا الشعب إلى خوض المعارك واقتحام المنايا. سمع الناس الشعر فأتوا إلى النضال، وضحوا بأنفسهم طاعة لشاعر يملأهم حماسة وأملا، لأن الناس منقادون عادة لكلمة أو كرم
أو قوة باطشة. وعبر الناس يصعد نجم القائل أو الكريم أو القوي إلى صفوف القيادة والريادة والسيادة، كما قال أحمد شوقي: سخر الناس وإن لم يشعروا لقوي أو غني أو مبين، والجماعات ثنايا المرتقى للمعالي وجسور العابرين. وأفورقي غير موهوب خطابة ولا شعرا، لا عطاء ولا عفوا ولا عدلا ولا رخاء للبلاد، فهو لا يحمل بشريات إلى قومه في كل خطاباته السفيهة، لا لحزبه ولا للمواطنين، ولهذا لا شيء له من الصفات غير القوة، وهي صفة دعمها المكر والتخطيط والغدر وسوء الطوية واغتنام الفرص والتعزيز الخارجي والعمل المتواصل، الأمر الذي يؤكد أن القوة الناتجة عن البطش مهما كانت قاسية وطويلة وثقيلة لا تدوم أبدا، لأنها تتآكل بفعل اتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم حتى تنهار شجرتها ولو بعد حين. والشعب تربطه مع سلطانه مصالح عقدية وأخلاقية واقتصادية معيشية، فإن عبث بها السلطان وعاداها فقد انفرط العقد وتبعثر الكيان وتهدم البنيان. وأفورقي يشعر بهذه الخسارة الفادحة، فكان مفهوما أن يحتمي بالخارج الدولي والإقليمي ليبقى، وأنى له ذلك، فشجرة الدول لا تبقى على قيد الحياة بماء يهبط عليها من السماء دون أن يكون لها جذور في التربة العميقة، وهي المواطنون. كلما أستمع إلى قصائد وأغاني الفنان المغيب إدريس محمد علي يكسوني الأسى، لأني أقارن بين أهداف القصائد الثورية العظيمة وبين النتائج المأساوية التي يعيشها الوطن، إذ لم يخطر ببال الفنان أن خسارة الشعب الأريتري ماديا ومعنويا وبشريا خلال سنوات الحرب مع إثيوبيا سوف تختم بمصالحة عاجلة يعقدها أفورقي دون أن يخوله الشعب ودون أن يحقق هدفا واحدا من أهداف النضال المر الشجاع. ولهذا حق لي أن أتذكرك بحرقة: إني ذكرتك والذكرى مؤرقة، قاتل الله من غيبك يا بلبل الثورة والنضال. كل الأمم العاقلة تحتفي بمبدعها، إلا نحن في ظل نظام أفورقي الجائر، فهو يعادي النور ويطفئ الضياء ويحبس عن الوطن النسيم، ويقف في مواجهة معاهد الخير والفئة المستنيرة. إنه عاد العلم والمعرفة ويعيق التقدم والنماء والانفتاح. إنه نظام خبيث الطوية والظاهر وكريه السيرة والمسيرة. صحيح كنت شاعر أمة القيم ووطن العز، ولم تكن شاعر بلاط السلطان، إنما كنت للوطن المكان والزمان والإنسان والجغرافيا، ولهذا عليك غضب السلطان. كنت شاعرا للتاريخ والقيم، كنت شاعرا للتاريخ والقيم والخلق النبيل، فضاقت صدورهم بوجودك الزاخر. في الوطن عزيزي إدريس فئة لا تطيق أن يعيش معها غير نفسها، تسعى أن تسخر كل شيء لخدمتها، وهذه سيرة فرعون تتكرر مع كل جبار يستعبد المواطنين. وفرعون إريتريا وفئته الحاكمة أطاعها كثيرون، وأنت كنت ممن رفض الانصياع الأعمى، لأنك مثقف تعرف من الأشياء وتنكر، وتدرك الكيد وتتصدى له، وتحب الشعب وتعمل لهم. وتلك فئة
تكره الحب الناعم وتعشق القتل الظلوم والسجن الأليم، فتركوا ما عشقت أنت من حب وسلام وتنمية، وفعلوا بك وبأمثالك ما يعشقون هم من بيع الوطن وإيذاء المواطنين. طب نفسا يا ملهم الشعب الأصيل، فإنك تسكن في قلوب الملايين، فهي أوسع لك من دنيا الاستعمار الجديد. وإن غيبوك جسدا فتبقى قصائدك وأغانيك تملأ الآفاق، ولن تجد لمغيبيك من إقبال وإعجاب ورضا ما نال إبداعك، ولا تزال تشعل في الناس الحمية والثورة. فأنت يا أمير الكلمة الموحية تؤدي دورك في الصدارة وإن كنت خلف القضبان، فهنيئا لك بالقلوب التي تسكنها، ولا نامت عين تعيش على ظلم المواطنين وعلى قتل المواهب والإبداع النقي. شكرا لك يا إدريس محمد علي، الاسم الذي نتذوق طعمه من بعيد، وهو في ظلمة الزنازين الموحشة التي وضعك فيها الجائر المستبد. وإن فجر الحرية قادم. الدكتور باسم القروي، قراءة محمد جمعة أبو الرشيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلادي في درب الأحرار تدق جدار الفاشية، ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية، ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية، ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية، صفحات نضال مطوية، صفحات نضال مطوية. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.